انا شغاله سواق تاكسي بقالي 37 سنه. من سنه من 79 اتعلمت السواقه وجبت عربيه من بنك ناصر واشتغلت عليها، والحياه ماشيه زي ما هي يعني. انا بعون اسرتي. كان الاول ابويا وامي واخواتي، وبعدين اخواتي دلوقتي اتجوزوا، ابويا وامي ماتوا. دلوقتي بعون اولادي، علمتهم والحمد لله. في اللي اشتغل وفي اللي ست بيت كده يعني. انا بحب اشتغل في الزمالك والمهندسين والدق والعجوزه والدق والجيزه، لان الاماكن دي انا حافظاها صح، حافظاها زي اسمي بالظبط. بس ليه انت بتشتغلي سواق على تاكسي؟ اكل عيش. بتشتغلي بقى في الشغلانه دي من امتى؟ من سنه 79، يعني 37 سنه. انا بحب المهنه دي لان عندي العيله كلها سواقين. يعني انا عيلتي كلها سواقين. زمان لما انا كنت صغيره في السن ما كنتش زي دلوقتي كده، دلوقتي انا ست كبيره، فاي حد بيركب معايا مفيش حاجه يعني، كله بيحترمني. وبرده الاول كان كله بيحترمني، بس كان في معاكسات بسيطه كده يعني لذيذه. يعني الواحد يقول كلمه كده ممكن تضحك عليها وممكن تتضايق كده يعني. اي ست قلبها جامد وجريئه ومحتاجه تشتغل سواق التاكسي. ايه العيب؟ ايه؟ مش احنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا شغالين بكرامتنا والست الجدعه اللي تسلك فيها يعني، ما فيهاش حاجه وعيب يعني. ما بنعملش غلط، احنا بناكل عيش بالحلال، دي شغل حلال حلوه ما فيهاش حاجه. اي ست محتاجه انها تشتغل، لو تشتغل سواق التاكسي مش عيب.